عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده تعالوا هنعمل مع بعض رز بتاع السمك بطريقه جديده ومختلفه. تقدري تعمليه جنب اي نوع من الاسماك. حلو قوي بجد. احنا بس هنضيف له اضافه بسيطه. يبقى كميه الرز و فلفلايه وطماطمايه، فلفلايه وجزرايه قصدي، مبشورين، وكمان بصلايه مبشوره. يبقى هما 3 مكونات بس، 3 اضافات: بصلايه، فلفلايه، كوبي مبشوره، مع جزرايه مبشوره. هنجيب الحله بقى على النار نسخنها كويس. هننزل بالرز بتاعنا، بالزيت قصدي بتاعنا. تمام، الزيت يسخن هننزل بالبصله عادي جدا زي ما بنعمل. هتقولي طب ايه الجديد؟ هقولك الجديد دلوقتي. هي تكه بسيطه خالص هنعملها. هنشوح البصله كويس لحد ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه، زي ما بنعمل الرز الاحمر بتاع السمك بالظبط. قبل ما نكمل الوصفه ما تنسيش بقى تعملي لي لايك وكومنت، ولو اول مره تشوفيني انا ايمان نصار. وما تنسيش بقى تشتركي في القناه بتاعتي عشان يوصلك كل جديد. خلاص عملنا البصله، هنشوحها كده لحد ما تاخد اللون اللي احنا عارفينه. بعد كده هننزل بميه مغليه نفس مقدار الرز بتاعنا، او لو الرز بيشرب ميه هتزودي مقدار الميه، يعني زي ما بتعملي الرز بالظبط العادي، نفس كميه الميه عادي. هتقلبي هتجيبي بقى الجزرايه والفلفلايه هتحطيهم، وهي دي التركه اللي بتخلي الرز طعمه حلو قوي ولونه يطلع معاكي فاتح، ما يطلعش غامق قوي زي الرز الاحمر الغامق، لا ده هيطلع فاتح شويه. هتقلبيهم كده وبس. هتتعاملي بقى بعد كده كأنك بتعملي الرز عادي جدا. هتكملي الطريقه، يعني هي دي التركه، ان احنا هنضيف فلفلايه وجزرايه بعد ما تحطي الميه. هتضيفيهم تمام، وهتضيفي برضو متنسيش الملح والكمون، وتخليهم يدوا كده دقيقتين مع بعض. وبعد كده تكوني غسلتي الرز بقى وتضيفيه على الميه بتاعتك. وبس كده. يا رب الطريقه تكون عجبتكم. هي سهله خالص وبسيطه، بس جربوها هتعجبكم. بصوا ما شاء الله، هتلاقيه بقى طالع معاكي مفلفل وملون كده. الجزر هيديله كده لون لذيذ. جربوه ان شاء الله يعجبكم. السلام عليكم.